في الفيديو اللي فات كنت قلتلك إن لسه فاضل تركاية في البيهانس، وخليني أقولك إنها تقريبا الأهم في كل التركات اللي فاتت. والتركاية هي الفلو بتاع البروجكت بتاعك، ودي ببساطة عبارة عن تتابع العناصر في المشروع بتاعك بحيث تجذب نظر المشاهد إنه يكمل البروجكت للآخر ويعملك ابريشيشن كمان. ولو عايز تعرف هنعمل كده إزاي، اتفرج على الفيديو للآخر وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وانزل بالانترو. أنا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم. تنويه سريع عشان ما نتوهش من بعض، انا قررت ان انا اقسم انواع البروجكتات اللي بتترفع على بيهانس لثلاث حاجات، وهما سوشيال ميديا ديزاين، فيجوال ايدنتيتي، وفوتو مانيبيوليشن. ومن غير ما نضيع وقت يلا نبدا مع اول حاجه معانا. اول حاجه هنبدا بيها وهي تصميمات السوشيال ميديا، واحنا عندنا نوعين من البروجكتات وهما الاوفيشال والان اوفيشال. والاوفيشال دي معناها تصميمات انت عاملها لشركات او كلاينت حقيقي، لكن الان اوفيشال بتبقى شغل وهمي انت بتعمله للتدريب وعشان تقوي البيهانس بتاعك اكتر. خلينا نبدأ بالشغل الأوفيشال، وأول سلايد فيه بتبقى عبارة عن لوجو الشركة أو البراند اللي أنت عامله الديزاين، وبتكتب تحتها بريف بسيط عن الشركة، مثلا الشركة دي بتبيع إيه، اتأسست سنة كام، وهكذا. ولو أنت بتعمل ديزاين أن أوفيشال فهو بيكون حاجة من الاتنين، يا إما مجموعة ديزاينات سوشيال ميديا وأنت عايز ترفعهم كلهم في بروجكت واحد، وساعتها بتكتب في أول سلايد إن دي سوشيال ميديا ديزاينز فوليوم 1 مثلا. ولما تعمل ستوك تصميمات تانية بتبدأ تنزل تاني، والمرة دي بتكتب فوليوم 2 وهكذا. ونصيحة، لو الديزاينات اللي انت عاملها دي في مجالات مختلفة حاول انك تفصل ما بينهم، بمعنى انك لو عامل تصميمات عن الاكل فتخليهم كلهم تحت بعض وتكتب عنوان من فوق فود مثلا، وهكذا في باقي الكاتيجوريز، بحيث ان يبقى في نوع من انواع النظام في المشروع بتاعك عشان المشاهد ما يتوهش. ونيجي دلوقتي للحالة التانية في الان اوفيشال بروجيكتس، وهي ان يكون عندك تصميم او بالكتير اتنين وعايز تعملهم في بروجكت واحد. فساعتها أول سلايد بتكون لوجو الشركة أو البراند عادي، ولو الكلام ده مش متوفر فبنبدأ على طول بالسلايد رقم 2. ومن أول دلوقتي أي كلام هقوله فهو يمشي على أي نوع من البروجكتات سواء كان official أو unofficial. بعد ما انت خلاص عرفت المشاهد بان البروجكت ده عبارة عن ايه والانهي براند او شركة، فانت محتاج تجذب انتباهه عشان يكمل فرجة، وده هيبقى عن طريق انك تحط سلايد او 2 موك اب. يعني مثلا لو انت بتعمل تصميم سوشيال ميديا فبتجيب موك اب موبايل مفتوح على بوست انستجرام مثلا، بعد كده بتبدأ تحط الديزاين اللي انت عملته بالمقاس الطبيعي بتاعه، ولو هم اكتر من ديزاين بتبدأ تحطهم تحت بعض بحيث تكون التفاصيل واضحة ويقدر المشاهد انه يشوفهم بوضوح. وضروري برضو تحط مقاسات مختلفة من الديزاين، يعني مثلا انت هتكون عامله بمقاس بوست الانستا او الفيس اللي هو بيكون غالبا 1200 في 1200 بكسل، فممكن انك تعمل منه مقاس ينفع للستوريز بتاعت الانستا، او ممكن لو هيتعمل بانر مثلا تبدأ تحطه. وضروري يكون في على الأقل موك اب 1 أو 2 للبانر. وما تنساش طبعا السلايد بتاعت ثانك يو في الآخر. الفيجوال ايدنتيتي او الهوية البصرية، ودي ببساطة عبارة عن اللوجو والالوان والفونتات كمان بتاعت اي براند، اللي عن طريقها مجرد ما بتشوف الوان او لوجو البراند بتكون عارفه. زي مثلا لو جبتلك الالوان والفونت ده هتعرف ان دي قناة انا مصمم، او ده المفروض يعني. المهم خلينا نبدأ مع اول سلايد، واللي هي مش هتختلف كتير، بتكون عبارة عن اللوجو اللي انت عامله وبريف سريع وبسيط للبراند اللي انت شغال عليه. نيجي دلوقتي لتاني واهم حاجة، وهو اللوجو بتاعك، واللي لازم تكون عرضه على اكتر من باك جراوند، وده علشان في بعض الخلفيات ممكن اللوجو ما يبانش عليها، ودي طبعا مش هتكون حاجة بروفيشنال خالص. تالت حاجة وهي اللوجو ستراكشر، ودي بتبقى ببساطة الطريقة اللي عملت بيها اللوجو، يعني انت مثلا ممكن تكون استخدمت الشبكة التربيعية او الجولدن ريشيو. رابع حاجة وهي الألوان بتاعة البراند، ودي بتبقى عبارة عن سلايد بتحط فيها كل لون من ألوان البراند، وتحت كل لون بتكتب الكود بتاعه. تاخده كوبي بيست من هنا من الفوتوشوب عشان تحطه في البروجكت. بعد كده بيكون الكونسبت، ودي ببساطة الفكرة اللي عملت بيها اللوجو. زي مثلا هنا اللوجو عبارة عن حرف حصل له دمج مع شكل البيت ده، فممكن نعبر عنه بالمعادلة دي. وممكن برضو انك تحط الحاجة اللي عملت لك انسبيريشن او الهام. على سبيل المثال لو بنتكلم على لوجو سبيروس باتس هيبقى شكل النحلة. الحاجتين الجايين دلوقتي بيبقوا مهمين قوي انك تبعتهم للعميل، وكمان بيدوا البروجكت بتاعك احترافية بشكل كبير. واول حاجة هي اللوجو ميس يوز، واللي هي عبارة عن حاجات ممنوع تعملها في اللوجو وانت بتستخدمه عشان تعمل بوست سوشيال ميديا على سبيل المثال. يعني ما ينفعش تعمله ريفلكت او ستروك مثلا، لان ده هيبوظ من شكله وبالتالي هيأثر على الهوية بتاعت البراند كله. تاني حاجة وهي البليسمنت، ودي ببساطة هي انك بتوضح شكل اللوجو لما يتحط في اماكن مختلفة في الديزاين هيبقى عامل ازاي. نيجي دلوقتي للباترن، واللي هو بيبقى عبارة عن تكرار اللوجو بالشكل ده، وبصراحة مش عارف ايه الفايدة بس بتدي شكل حلو، ويا ريت لو حد عارف يقول لنا في الكومنتات.
واخر واهم حاجه وهي الموكابس. حرفيا انت لو ما حطيتش موكابس في بروجكتات الهويه البصريه يبقى كأنك ما عملتش بروجكت اصلا. يعني لو بتعمل لوجو لشركه ساعات فبتحط اللوجو على ساعه مثلا، لو ابلكيشن على الموبايل بتبدأ تحطه وتشوف شكله وسط الابلكيشنز التانية هيبقى عامل ازاي. ولو هو مثلا لوجو ويب سايت بتبدأ تجيب موكب ليه عشان يوضح شكله في السيرش هيكون عامل ازاي. طب يا جماعة دلوقتي هنبدأ نشرح آخر حاجة وهي الفوتو مانيبيوليشن ديزاينز. أنا هنا هشرح على ديزاين كنت رافعه على بيهانس. أول حاجة بنبدأ بيها وأول سلايد خالص هي الأباوت ديزاين، وفيها أنا بشرح هو إيه أصلا الديزاين ده أو عبارة عن إيه أو إيه فكرته. فبقول إن هنا محمد صلاح هو الهيرو بتاع الديزاين، هو مسيطر على البريمير ليج وكده السنة دي، وبينشر السحر بتاعه على ملعب الأنفيلد وقدامه مجموعة من اللعيبة بتاعة الدوري الإنجليزي واقفة بتتفرج عليه. تاني سلايد بعد كده خالص هو إن أنا حطيت الصورة كاملة فول اتش دي بتاعتي، عشان أكيد الصورة دي هي الأساس، هي أصلا الديزاين، فلازم أول حاجة نحطها تبقى الصورة دي. بعد كده في حاجة اسمها الديزاين كلوز ابس، ودي هنا بنعمل زوم أو هنا بناخد صور كلوز كده على كل حاجة لوحدها عشان نبدأ إن احنا نبين التفاصيل بتاعة الديزاين. فأنا هنا عملتها في صورة جريد كده، صور جنب بعض، ممكن إن أنت تاخد صورة صورة وتبدأ تحطهم تحت بعض بحيث تديك سلايدز أكتر، فده بيكون أفضل برضو. بنيجي هنا للديزاين بريك داون، وده اللي هو الجي اي اف. طبعا احنا شرحنا ازاي ده بيتعمل في الفيديو اللي فات، تقدر تشوفه من الاي اللي فوق. وبرضو ده هنا جي اي اف بس بشكل تاني من على الموقع اللي هتلاقيه في الديسكريبشن تحت، وبرضو شرحناه الفيديو اللي فات ومن نفس الموقع برضو، وهي الصورة البيفور والافتر. ودي طبعا من اهم الحاجات اللي لازم تكون موجودة في تصميمات الفوتو مانيبيوليشن. اخر حاجة انا حطيت التوتوريال او الفيديو اللي كنت عامله، كنت بشرح فينا ازاي عملت الديزاين ده بالتفصيل. واخر حاجة خالص هي السلايد بتاعت ثانك يو. في حاجة أخيرة بس حابب أوضحها، هي الكيوردز بتيجي على التاجز دي، معاك إنك تحط 10 كيوردز. طيب السؤال دلوقتي إحنا هنجيب الكيوردز دي إزاي؟ الموضوع ببساطة إن إحنا مثلا هنيجي على بروجكت زي ده يكون محقق فيوز كويسة، نبدأ ننزل تحت خالص. تحت هنا هتلاقي كل الكيوردز اللي هو استخدمها، وممكن مثلا ناخد كيورد اللي هي بتاعة السبورتس ديزاين دي ونبدأ مثلا إن إحنا نحطها هنا، ندوس انتر، وهكذا هنكمل باقي الكيوردز. طب السؤال انا جبت ازاي البروجكت اللي هو محقق الفيوز العاليه دي؟ الموضوع ببساطه انك بتدخل هنا وعلى قائمه السيرش مثلا كتبت سبورتس فوتبول، وبدل ريكومندد دي خليتها موست فيو، وذيس ويك دي خليتها اول تايم. فابتدى انه يفتح كذا ديزاين. انا مثلا اخدت الديزاين اللي انا بقول لك عليه ده وابتديت ان انا اخد الكيوردز بتاعته. وممكن مثلا الديزاين ده كمان جايب 20,000، ممكن ان انت برضو تنزل تحت وتبدا ان انت تاخد الكيوردز اللي هو عاملها. هتلاقي تحت هنا ده حاجة اسمها الالت تكست، وهي الموضوع ببساطة انك بتوصف الصورة بتاعتك. ممكن ان انت تعمل اكستراكت للبرومبت بتاع الصورة دي عن طريق مثلا ان انت ترفعه لشات جي بي تي او اي موقع من مواقع الذكاء الاصطناعي، ويبدأ ان هو ممكن يديك البرومبت بتاعها، بس الافضل انك تكتبه بنفسك اكيد. في النهاية عايز أوضح كام حاجة، وهي إن الفلو بتاع البروجكتات اللي في الفيديو هو مجرد نصايح بس عشان تساعدك لو مش عارف تبدأ البروجكت بتاعك إزاي. فأنت ممكن تاخد الكلام ده وتحاول إنك تطور فيه، لأن في الأول والآخر الجرافيك ديزاين هو مجال إبداعي ولازم يكون ليك ستايلك الخاص عشان تتميز عن الباقي. وفي نصيحة أخيرة كمان، هي إنك تحاول تخلي البروجكت بتاعك يكون فيه حركة زي مثلا البروجكت ده، والحاجات دي ممكن نوضح اتعملت إزاي في فيديوهات جاية إن شاء الله. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، ولو ما عجبكش اعمل شير وكومنت. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.